السلام عليكم. نشرح النهاردة حاجتين تلاتة كده مخدناهمش قبل كده. نعتبر إن دي رسمة عندنا هتشتغل ازاي. هتضغط شيفت وار عشان تعرف الرسمة بتشتغل ازاي معاك. الساعة الرملية دي بتبطئ السرعة بتاعة التشغيل. ده أول لون نازل. طبعا مش هنقعد نشرح الشغل يشتغل ازاي، هو بينزل قدامك اهو عشان الوقت. بعد شوية هنوضح كل نوع غرزة ايه بالظبط. هنضغط مسطرة عشان نشغل اللون التاني. هنضغط كمان مرة مسطرة عشان نشغل اللون التالت الأخير. يا ريت الشغل يكون واضح. طبعا التحديد ده احنا بنستخدم فيه نوع غرزتين: غرزة التريبل اللي هي بتمشي 3 مرات، والغرزة اللي بتروح وبترجع. طيب كده هي خلصت. هنشوف الغرزة اللي احنا مخدناهاش. الغرزة دي اسم الغرزة طبعا ثلاثية، أو يعني ده ضلع وده ضلع وفي ضلع في النص. الغرزة دي اسمها على البرنامج غرزة خاصة، دي 186. ده نوع الغرزة دي. نوع الغرزة دي غرزة الشنية. الشانل دي المعايير المثالية بتاعتها. لو جيت ضغطت هنا الوضع المثالي فهيديك دي المعايير القياسية بتاعتها. طبعا دي غرزة رش عادية اللي هي التتام الستام اللي هي بتعمل بالتعباية. دي غرزة فروع اللي هي بتعمل بالفروع، بس نوع الغرزة فيها الطولية 1:1، والمعايير بتاعها زي ما انت شايفها كده، والكثافة بتاعتها اللي بتظهر هنا في المربع ده 100. هي الكثافة العادية بتاعتنا بتاع أي غرزة بتبقى 6 أو 7، يعني مبتزيدش عن 8 ومبتقلش عن 6 أو 5. دي 100. ليه؟ لأن نوع الغرزة دي لو أنت اديته الكثافة تقيلة اللي هي مثلا الكثافة العادية 6، هتلاقي الغرزة عملت كده. فاحنا بنقول 100 عشان نوسع ما بين الغرزة والغرزة. بقية الغرز كلها احنا خدناها غرزة دي فروع ودي فروع. معظم الغرز احنا خدناها، ودي تريبل زي ما قلنا أو رجعية. دي نوع الغرزة الرجعية، غرزة بتروح وبترجع تاني. طيب المهم بقى احنا عملنا الجزء ده كده وعايزين نكرره ازاي؟ احنا ما بين كل لون ولون بنضغط وقفة ستوب اللي هي دي. هنيجي بعد ما نعمل ال3 ألوان بتوعنا هنضغط تاني ستوب.
وبعدين هنحدد على الشكل كله ونعمل له تكرار اتش عشان نغير اتجاهه. وانا هنظبط الرسمة لان المفروض انا مصمم الرسمة دي على انها نصين، يعني نصين بيسلموا بعض. هنظبطهم على بعض. طيب كده معانا المفروض لو شغلنا سرعنا العرض شوية تلاقي معاك أداة 1 2 3 1 2 3. طب احنا عايزين ندمج الألوان دي نخليها ايه 3 ألوان فقط. تضغط تحرير ترتيب بلوكات هيجيب لك الثلاث ألوان بتوع الجزء الأولاني والثلاث ألوان بتوع الجزء الثاني. فهنبتدي الجزء ده اللون الأول في الأولاني وده اللون الأول في الثاني، نحطهم ورا بعض تسحب كده لغاية نص الشكل وتسيب بكليك ايه شمال، يبقى ده اللون الأول وده اللون التاني نزل. يبقى ننزل اللون التاني في الشكل التاني اللي هو رقم كام 5، تسحب برضك 5. طيب نزل اللون التاني في الجزء التاني، يبقى ننزل اللون التاني في الجزء الأول اللي هو رقم 2. هي ترتيبة اوتوماتيك. طب الاتنين بعدها ايه 3 وبعدها 6. نعم هتيجي تبص هتلاقي ده لون هو فيه وقفة في النص ونفس اللون، ده لون وقفة في النص ونفس اللون، ده لون وقفة في النص ونفس اللون. هتيجي انت تضغط حرف الاي، تضغط على الكيبورد هوم وتشتغل من البداية. تك بالأسهم أكنك بتشغل هتلاقي فيه كلمة وقفة هنا تحت أهي ما بين اللون واللون، نضغط ديليت كده اللونين دول اندمجوا. كل ما هتيجي تروح في الاتجاه التاني هتلاقي فيه وقفة هتمسحها وهتكمل. هتكمل معاك اللون التاني والتالت، في طبعا وقفة ما بينهم، بس لما هتيجي تروح على الجنب التاني هتلاقي فيه وقفة هنا هتمسحها كده. ده لون ده اتنين وتلاتة. لما بتكرر الجزئين بيبقى فيه، لأنك آخر خطوة عملتها ضغطت ستوب، هتلاقي فيه وقفة ما بين كل نفس اللون في الجنب ده وفي الجنب ده. هتشيل الوقفة دي عشان اللون يكمل كامل من غير وقفات، وهكذا في كل لون. ممكن بقى تشغلهم، ممكن تضغط ايه زي ما قلنا هوم وبعدين تبدأ تشتغل بالأسهم بيحرك لك الأجزاء اللي أنت مصممها لغاية ما تيجي تتجه الناحية التانية هتلاقي فيه وقفة في النص تمسح. ده وضع وده وضع. ممكن تضغط من هنا الألوان وتجيب مثلا آخر لون وليكن ده مثلا. لو ضغطت هنا كده ضغطت ايه هوم هيجيب لك آخر وقفة اللي كانت قبل اللون ده، ممكن تحذفها. لو اشتغلنا بالمنطق ده برضه في الطريقة بالطريقة التانية برضه هتشتغل معاك. فأيا كان أنت بتشيل الوقفات اللي ما بين اللون واللون. نفس القصة أنت ممكن تضغط مثلا نضغط ستوب تاني ونكرر الشكل ده مثلا. لو مش حابه تعمله مثلا ممكن نعمله مثلا عباية، ده وليكن بندة عباية هنكررها مثلا هنا تبقى طبعا بندة طولية وليكن كده برضو هيبقى نفس الوضع. ده لون اتنين تلاتة وده لون اتنين تلاتة. نيجي نعمل ترتيب بلوكات ونجيب الأول مع الأول وبعدين الرابع وراه الخامس بتاعه اللون التاني بتاعه وبعدين ننزل التاني وبعدين التالت والسادس كده الترتيب لو انتوا فاهمينه. اللون الأول بينزل بعده اللون الأول في الجزء التاني وبعدين بينزل اللون التاني في الجزء التاني وينزل اللون التاني في الجزء الأول. يا رب يكون كلام واضح. وهتضغط نعم. ممكن تعمله من هنا. عندك أول وقفتين إيه؟ ده وقفة أول وقفة ما بين الأخضر والأحمر، تقوم جايب الأخضر تضغط إي هوم هتلاقي فيه يكتب لك تحت هنا وقفة إيه، تروح جاي ديليت وبقى هتظهر الألوان. فهتلاقي أول لون نزل مش فيه مشكلة، تاني لون تالت لون الأصفر هتروح جايب الأصفر وضاغط إي هوم يجيب لك وقفة هتحذفها وتشوف أهو. ده واحد ده اتنين تلاتة أصفر. هتجيب اللون الأخير ده تضغط إي هوم يجيب لك وقفة هتمسحها وهتظهر بقية الألوان كلها.
تلاقي نفسك رتبت الألوان، أول لون بينزل مع أول لون، تاني لون بينزل مع تاني لون، تالت لون بينزل. أتمنى يكون الشرح واضح، أتمنى إن أنتوا تستفادوا.